بسم الله الرحمن الرحيم. إطلالة سريعة على أحداث المحليات. وإحنا يعني لما أحكي عن موضوع المحليات، وأنا اسمحوا لي لما أقول أحكي، لأن هي فعلا حكاية، وحكاية لها العجب فعلا، لأن النظام المصري الذي لا يريد إصلاحا في هذه المرحلة، لأنه تردى فعلا في الحياة السياسية والاجتماعية، ولم يعد يستطع أن يواجه أي فصيل أو تيار سياسي في المجتمع، خاصة هذا التيار الجارف المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، والتي رفعت شعار معا للإصلاح، والتي لها في التواجد الشعبي باع طويل منذ أكثر من 80 عام عطاء في المجتمع المصري، والتي أعلنت عن برنامج إصلاحي سياسي خاضت به مجلس الشعب انتخابات البرلمانية 2005، ثم برنامج شامل لنواة تكوين حزب سياسي للمجتمع المصري، ثم الانتخابات المحلية. وأنا أحب أن أوضح لماذا يتعامل هذا النظام السياسي والذي فشل في حل مشاكل المجتمع المصري، لماذا يتعامل في هذه الآونة بهذه الكيفية والصورة والبشاعة مع جماعة الإخوان المسلمين. ودائما اعتدنا من هذا النظام قلب الحقائق عندما يقول أن جماعة الإخوان المسلمين تريد الاستيلاء على نظام الحكم، وهي مقولة مغلوطة، بمعنى أن نظام الحكم في مصر ليس نظاما ملكيا ولا توريثا، ولكنه نظام انتخابي، وكل من يصلح ويرى في نفسه القدرة والصلاح على قيادة هذه الأمة فليتقدم عبر انتخابات برلمانية وانتخابات شعبية ليختار الشعب وليقول الشعب كلمته، وليؤيد من يرى فيه أنه يستطيع أن ينجو بهذا المجتمع، بسفينة هذا المجتمع إلى بر النجاة. فالنظام الذي يتقول على أن الإخوان المسلمون يريدون قلب نظام الحكم أو يريدون الاستيلاء على كرسي الحكم، فأنا أقول أن هذا النظام الذي اعتاد على قلب الحقائق وإشاعة بعض الشائعات التي ليست لها أساس من الصحة، وهو يتعامل بهذه السياسة الأمنية وبهذه القبضة البوليسية وبهذا الأسلوب التعنتي مع كافة القوى السياسية، ويريد أن يضفي شرعية أو يضفي مصداقية على أعماله وأقواله وأفعاله. فأنا أقول أنه من بعد الانتخابات التشريعية 2005 والتي خاضها الإخوان المسلمون ونجح منهم 88 نائب تحت قبة البرلمان، ويريد النظام تعتيما إعلاميا على أداء النواب تحت قبة البرلمان، وأيضا تعتيما إعلاميا على أداء وتحرك النواب في دوائرهم وفي أعمالهم وأنشطتهم المختلفة. فبعد هذه المرحلة خاض المجتمع 3 انتخابات ليست لها علاقة إطلاقا بكرسي الحكم ولا بالسلطة ولا بالانتخابات. أول انتخابات كانت في 2006 هي الانتخابات العمالية، ورأينا أن هذا النظام يتعامل بهذه الكيفية التي نراها في الانتخابات المحلية، فشطب المرشحين، عدم قدرة المرشحين على الحصول على أوراق الترشيح بتاعتهم من المصالح المختلفة وخاصة اتحاد العمال والنقابات العامة، التعامل الأمني بالاعتقالات في صفوف الإخوان المسلمين وغيرهم اللي أعلنت أسماؤهم أنهم يترشحون للنقابات العمالية، ثم التدخل الأمني بالشطب وبالتزوير وما إلى ذلك، وهذه ليست لها علاقة إطلاقا بالحكم. الانتخابات الثانية وهي الانتخابات الطلابية، ورأينا الانتخابات الطلابية كيف تعامل الأمن والبلطجية مع مرشحي الإخوان في الجامعات، وكيف تحولت الجامعات المصرية إلى ثكنات عسكرية، ورأينا وسمعنا وشاهدنا الضرب والاعتقالات في صفوف طلبة الإخوان المسلمين لمنعهم من خوض الانتخابات الطلابية، وهي انتخابات فئوية ليست لها علاقة أيضا بالحكم. ثم انتخابات المجالس المحلية، وانتخابات المجالس المحلية